يلا نسلم مع بعض على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يلا نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نشوف هنعمل اكل من ايام زمان، من ايام اكل امه الله يرحمها. يلا بصوا، انا جايبه نص كيلو لحمه، ومعايا ايه مقدار البطاطس برضو نص كيلو، ودي تتبيله الشوربه، بطاطس وورق رورة وفلفل اسود والملح في الاخر. بحط لها بقى ميكي، وهنعمل بقى صينيه حل بطاطس بقى مش صينيه. ده اكل زمان وايام زمان، اكل لا يعلى عليه، واكل طعم تاني وتحفه. يلا نجربه مع بعض كده، واعملوه جربوه هيعجبكم قوي. انا كنت عاملاه وحاطه ايدي على قلب من ولادي، كلوه بالف هنا وشفا وعجبهم. خلاص، يلا نسمي الله مع بعضنا كده ونعمله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي مع بعض على الرسول برضو عليه افضل الصلاة والسلام قبل كل شيء. اهو بصوا بقى، انا اهو معايا بصلتين كبار حلوين، قطعتهم وحطيت عليهم نص معلقة توم مهروسة كده صغيرة، وادي هو بحمر لسان عصفور. وهنعمل ايه شوية رز بشعرية، برضو اكل عادي خالص بتاع زمان، ولا في تقليع ولا في تقليد ولا في ايه الكلام الجديد ده. هو ده اهي، شوحنا البصلايه بالثوم ونزلنا بالقوطه. انا على طول بحب اشيل القوطه ايه مفرزه في الفريزر، اريح لي وانضف واسهل. خلاص، شايفين اهي بعملها معاكم، وبطاطس مقطعه بقى مكعبات كده، حاجه طعم تاني في القوطه وطعمها جميل ورهيبه والله. جربوها واعملوها هتعجبكم قوي. خلاص اهي بشوح البصل، بشوح لسان عصفور، والبصلايه كده خلصت وحطينا عليها القوطه. هي متسبكه دي بس ايه معلقتين شوربه، وهسيبها تغلي غلوه، واروح ايه حاطه فيها البطاطس. اهو بعمل كل حاجه مع بعضينا على الطبيعه. خلاص شايفين يا بنات؟ يلا نسلم مع بعض على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. مش باينين ليه بقى والقناه كده فعلوها وشاركوني، وقولوا لي بتتابعوني من اني بلد، حابه كده تقولوا لي عشان القناه عماله تسقط، وعايزه اشوف اشتراكاتكم الجميله دي يا حبايبي. خلاص، شايفين اهو بحمر لسان عصفور واديتها ايه معلقتين شوربه. ايه هتاخد غلوه، هي متسبكه يعني، انا يا دوبك خففتها وحطيت فيها البطاطس. ايه لسان عصفور بيتحمر اهو مع بعضينا. هنمشي طبيعي خالص وعادي خالص، حاجه كده ايه شوزي وجميله. خلاص يا حبايب قلبي، شايفين الجمال ده؟ الشوربه بتغلي اهي بقى، وكانت الريحه مفحفحه وجميله. وتعالوا اتفضلوا معانا بالف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم حبايب قلبي. خلاص، وادي اللحمه ايه سايباها تتسلق للاخر عشان تبقى مستويه وجميله، عشان البطاطس ما بتاخدش غلوه، عشان كل حاجه ايه يعتبر متسبكه، والبطاطس دي ضعيفه بتستوي على طول عشان ما تتهريش مننا. لاحظوا من التكه دي. خلاص، وهنعمل شويه رز بشعريه مع بعض. ايه البطاطس بصوا ما خدتش غلوه ازاي، شايفين؟ بوريكم كل حاجه ايه مع بعض اهو يا بنات. اهو، وادي شو عملنا شويه رز برضو بشعريه، واكيد كلنا عارفين بنعمله ازاي، بس انا حابه بشارككم يومي. اهو بقى، وحطينا الشوربه ميه للرز، ما بحبش احط له شوربه. خلاص، اهو شكل الاكل وهو مستوي، حاجه كده ريحه جميله ومفحفحه في البيت كده. الولاد كانوا واقفين جنبي بيقولوا لي ايه يا ماما الريحه الجديده دي والجميله دي؟ قلت لهم عملت لكم اكل من ايام امي. خلاص، شايفين الجمال ده؟ شايفين يا بنات الحلويات دي؟ وادي اخر الفيديو بتاعنا عيد ميلاده بكره بقى، احمد هيبني وهو طيب، ونستنظروا الفيديو الجديد بتاعنا بكره حبايب قلبي.